لكم عن ازاي نهيئ طفل انه يروح اول مره حضانه. بس قبل ما نبدا نهيئ الطفل ان هو يروح الحضانه نسال نفسنا بس الطفل ده اصلا مناسب انه يروح الحضانه ولا لا. طيب اعرف منين ان هو مناسب ولا لا للحضانه؟ اولا يكون الطفل ده بيقدر ينفصل عنك فتره من الوقت، يعني بتقدري تسيبيه مع اي حد غيرك شويه من الوقت يعني، ومش بيعيط او بيزن او بيقول عايز ماما او بيطلبك يعني. تاني حاجة ان الطفل ده بيقدر يعبر عن حاجات اللي عايزها للناس اللي قدامه، يعني مثلا جعان هيقدر يقول اللي قدامه ان هو عايز ياكل ولا لا، هيقدر يقول عايز يخش الحمام، هيقدر يقول ان هو عايز يشرب. لو الطفل مش بيقدر يعمل الحاجات دي فده اصلا مش طفل مناسب انه يروح حضانة. لما يبدأ يعرف الحاجات دي الاول نبدأ نهيئه بعد كده الحضانة. الطفل بقدر اسيبه مع حد وقت كده شوية يقعد وما بيزنش او ما بيطلبنيش، او مثلا عايزه اجرب اسيبه فترة. اعمل ايه؟ هتيجي مثلا في تجمع عائلي كده وتبقي قاعده بتراقبيه وهو بيلعب مع الاطفال اللي حواليه من بعيد، وتشوفيه لو انت مثلا اتحركتي من قدامه وهو عينه مش هتبقى عليك، يعني مش شايفك مثلا وانت قاعده، هل هيجري وراكي ويبقى عايز يعرف انت موجوده فين، ولا هيلعب مع العيال وهينسى ان انت اصلا كنت موجوده ومش هيسال عنك، او هيبدا يحس ان انت مش موجوده بعد قد ايه من الوقت؟ عدى مثلا 10 دقايق، عدى ربع ساعه، بدا يلعب ويندمج كده مع الاطفال وما سالش عليكي. فدي عشان تعرفي الطفل هيقدر ينفصل عنك وقت ولا لا، تجربيها معاه اول حاجه. طيب هعمل ايه؟ هاخد الطفل كده زي ما الناس بتقولي وديه اول يوم الحضانه وسيبيه يعيط وشويه وهيتعود؟ ابدا، ما تسمعيش كلام الناس دي. الطفل لازم يحس بالانتماء للمكان اللي هو رايحه، يعني ما تاخديهوش مثلا لمكان اول مره يشوفه وناس اول مره يتعامل معاها وترميه في وسطهم، هيحس ان هو ايه ده، ماما راحت فين، ايه اللي بيحصل لي ده، هيبدا يعيط وهيجيله زي نوبات غضب كده، هيبقى مش حابب المكان ولا حابب حتى الاطفال ولا حابب اللعب ولا حابب يروح اي حته ولا يسيبك اصلا، وهيبقى متعلق بيكي زياده. فما تاخديهوش كده في مكان غريب ما يعرفوش وترميه اول مره، لازم تهيئيه للمكان اللي هو رايحه ده. يعني تعملي ايه؟ اول مره كده هناخد الطفل ونروح الحضانه ونبدا نتفرج على الاطفال وهم بيلعبوا، نتفرج على الاطفال وهم في الفصل، نتفرج على شكل الحضانه، اللعب الموجوده فيها، ونشوفوا هل هيتقبلها ولا لا. اول يوم كده زي ما قلتلك ده انت وهو بتستكشفوا الحضانه، يعني رايحين بس تتفرجوا على الاطفال وهم بيلعبوا، تتفرجوا على الجاردن، على اللعب الموجوده هناك، على المدرسين بس، لكن هنروح مع بعض عادي. تاني يوم كده حاولي معاه، قولي له ايه رايك في المكان اللي رحناه امبارح، تيجي نروح تاني؟ عجبك الاطفال هناك، عجبك اللعب؟ وتحاولي تاخديه وتروحي مره كمان. المره دي هتبقي قاعده معاه اول نص ساعه. يعني هتعملي ايه؟ هندخل انا وهو الحضانه وهسيبه يلعب مع الاطفال، بس انا واقفه في مكان هو شايفني، يعني هو شايف ان انت موجوده في المكان وبيلعب قدامك، وتشوفيه هيعمل ايه، هيتعامل مع الناس ازاي كده. تاني مره هتروحي بعديها مثلا بيوم ولا يومين هتاخديه وتروحي برضو الحضانه، والمره دي هنطول المده شويه، هنقعد مثلا ايه ساعه، بس برضو هو الطفل لسه شايفك قدامه، يعني ما تحطوش وتختفي من قدامه، لا عينيه عليكي، يعني عينيه قصدي عليكي زي ما بقول، هو شايفك بس بيلعب مع الاطفال. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده تالت يوم او رابع يوم اللي احنا وصلنا له يعني، بتاخدي الطفل برضو وتروحي الحضانه وبتسيبيه يلعب شويه. بعد كده نص ساعه تقولي له ايه، انا هخرج ارد على الموبايل مثلا في الجاردن، انا واقفه في الجاردن وانت العب زي ما انت، او انا داخله مثلا رايحه التويليت وانت العب كمل لعب. شوفيه هيبقى رد فعله ايه، هل هيبقى حابب يكمل لعب فعلا مع الاطفال، ولا لا حابب يمشي معاكي او يخرج معاكي يقف في الجاردن اللي هو هيكمل ولا لا. يعني شوفي مدى تقبله للعالم اللي هو اللي انت حطيتيه فيه ده، هيكمل لعب ولا هيعمل ايه. بعد كده هتسيبيه اليوم اللي بعديها ان انت هتروحي معاه الحضانه وسيبناه يلعب مثلا نص ساعه، هتخرجي زي ما قلتلك تقفي بره نص ساعه كمان بتشوفيه بيعمل ايه، يعني يكون برضو عينك عليه بس هو مش شايفك موجوده ولا لا في المكان. وهتاخديه وهتروحي بعد الساعه. بعديها بشويه هتروحي برضو تاني الحضانه وهتسيبيه بقى مثلا ايه ساعتين، خلاص بقى بتوديه الحضانه وبتروحي خلاص سبتيه هو اتعرف على المدرسه، اتعرف على اصحابه، اتعرف على المكان، بتروحي توديه وبتسيبيه على طول وتمشي ساعتين او 3 ساعات، يعني ما بتقعدوش ال8 ساعات دي مره واحده كده اول ما بتسيبيه، يعني ساعتين بس كده يبدا ايه هو خلاص عرف المكان وعرف الدنيا عامله ازاي، بس ايه ساعتين وترجعي تاخديه تاني. على مثلا مدار اسبوع او مدار 8 9 ايام بيبقى الطفل خلاص عرف الحضانه وعرف المكان وعرف ان هو بيتساب من الوقت ده للوقت ده، وانتي بترجعي تاخديه بعد الوقت اللي هو بتاع الحضانه، مش بتسيبيه ولا حاجه، وان كل الاطفال بيبقوا في الوقت ده بيلعبوا وبيذاكروا وبيعملوا حاجات جميله مع بعض.
فبيبقى متقبل الوضع وخلاص بيروح الحضانة. في حاجات بقى مهمة لازم تعرفيها عن الحضانة قبل ما تودي ابنك اصلا فيها. في بقى شوية حاجات لازم تكوني متأكدة منها ان هم موجودين فيها في الحضانة قبل ما تسيبي ابنك اصلا فيها. اول حاجة تكون الحضانة دي فيها كاميرات مراقبة، انت طول الوقت عارفة ابنك بيعمل ايه وشايفاه وعينك عليه، لان هو طبعا لسه صغير. لازم، وفي اطفال كمان ما بتقدرش تعبر عن نفسها، ان تقول مثلا حصل لي كذا، وقعت، حد عمل لي حاجة، فلازم تكون الحضانة فيها كاميرات مراقبة. تاني حاجة تكون الحضانة فيها تهوية جيدة، يعني ما تكونش الحضانة تحت بير السلم ولا في أوضة كده مخنوقة وما بيدخلهاش لا هوا ولا شمس ولا أي حاجة، فالعيال بيعيوا منك على طول لو راحوا حضانة زي دي. لازم كده تكون الحضانة مفتوحة وفيها جاردن. كمان لازم تكون أرضية الحضانة أرضية ضد الصدمات. الحضانة الأطفال رايحين يجروا ويلعبوا ويتنططوا ويتعفرطوا، فلو الأرض مثلا اللي هي طوب أو حاجة بتعور، من أي جارية صغيرة أو من أي تنطيط مثلا للأطفال هيقعوا ويتعور وتبقى التعويرة كبيرة. فلازم تكون أرضية الحضانة ضد الصدمات. كمان لازم يكون في اشراف طبي في الحضانه، لا قدر الله الطفل وقع، اتخبط في زميله، صباعه اتعور، حصل له اي حاجه، لازم الموجودين في الحضانه يقدروا يتعاملوا معاه ويحلوا له المشكله على طول وبسرعه. يعني يكون فيها اشراف طبي عشان يقدر يتعامل مع اي حاجه تحصل للطفل طالما انت مش موجوده معاه.